قبل ما ابدا الفيديو انا عاوزك تعرف ان ده الجزء 16 من حكايه مليودس. الحلقه النهارده مش عاديه وتقريبا حاجه مش طبيعيه، فجهز فشارك وحط اللايك بتاعك ويلا بينا نبدا. بعد ما ارثر اكل الكل علقه بسيفه الاسطوري، سالوا القط انت سحرك رجع ولا لسه؟ ارثر بيقول له لسه. القط بيقلق عليه، وتشاندرا وكيوزاك بعدها بيطلعوا من جوه وبيكون ما حصلهمش اي حاجه تذكر. ارثر بيقول لهم ازاي كده؟ انا متاكد اني قتلتكم قبل شويه. تشاندرا قال له تقتل مين ياض انت؟ احنا بس قلنا نجرب قوه السيف بتاعك، وانا على عكس كيوزاك ما حصليش اي حاجه. كيوزاك بيقول له ما انا كمان ما حصليش. تشاندرا قال له بص شنبك كده. بيبص بيتصدم، يا ابن المتخلفه يا ارثر، احلى شنب في عالم الشياطين قطعته، ده انا هكسر عظمك. وارثر في الوقت ده بيهجم عليهم تاني بكل قوته، بس فجاه جسمه كله بيوجعه، السيف بقى تقيل عليه، بقع دم بتظهر هي كمان في جسمه، والواد مستغرب من اللي بيحصل. القط بياخد باله ان ارثر خلاص هيموت وبيبعت لمارين رساله تعرفها بمكانهم. وفي الوقت ده كيوزاك بيقرب على ارثر كده وبيقول له بص يا معلم، انا دلوقتي هعرفك انت خسرت ليه. اولا انت استعجلت واخدت السيف بتاعك ولسه قوتك الكامله ما رجعتش. ثانيا انت قطعت اغلى حاجه عندي، شنب اللي بقالي سنين بربي فيه. وبعدها بيستخدم قوته وبيستحوذ على جسمه، بيرجع لورا كده بيكون خلاص هيقتله، ولكن مره واحده مارين بتظهر في المكان، بتلحق ارثر منه، بتجمد الكل من وراه وبتاخد الواد في حضنها، بتقول له عاش عليك انك لسه عايش. وبعدها بتهرب من المكان كله، بتوصل على مكان الخطايا والكل فرحان انه رجع لهم بسلام. تشاندرا بعدها كان عمال يذل في كيوزاك، بيقول له عيل قطع لك شنبك وبنت استهزأت بيك، اما انت عرب صحيح. كيوزاك بعدها بيقول له مفيش الكلام ده، انا هخلص عليه دلوقتي. بيفعل استحواذ الجسم على ارثر، بيستحوذ على حواسه، بيمسك السيف وبيشق قلبه بيه. يا فرحه ما تمت، ارثر بيموت قدامهم، الكل كان بيتفرج ومصدوم وزعلان جدا عليه. مارين بعدها بتاخد ارثر وبتثبته في الهواء كده، بتوقف الزمن حواليه. اليزابيث قاعده جنبها وبتحاول تواسيها. مارين قالت لها انا اول مره قابلته حسيت انه عنده امكانيات عاليه، علمته القتال وحاولت على قد ما اقدر اكون جنبه، بس في الاخر ما قدرتش احميه. اليزابيث بعدها بتطبطب عليها والبنت بتعيط. اسكانور في الوقت ده كان سامع كل حاجه، متاثر جدا وزعلان علشان حبيبته زعلانه. في نفس الاثناء ديت بقى كان مليودس اخد الخمس وصايا اللي معاه وبدا يدمجهم جوه جسمه لحد لما استاروسا يجيب له الباقي. في نفس هذه الاثناء كان التحالف بدا في التخطيط للهجوم على الشياطين، وعملوا طريقه جامده لكده، قسموا نفسهم والكل اخد بعضه. وبعدها بداوا في الخروج من المملكه، الحشود بالالاف من الفرسان المقدسين بالاضافه الى الخطايا السبعه، والملائكه الثلاثه موجودين في المعركه. الجيش كبير جدا والشياطين برضه كتيره جدا. لوديشيل في الوقت ده بيقف على مقدمه الجيش كده وبيشجعهم على اللي بدأوه، بيقول لهم ما تقلقوش من حاجه، احنا ان شاء الله كده كده هنكسب الحرب دي. والكل وقتها بيتشجع من كلامه وكانوا في قمه السعاده. بعدها بدأت الشياطين في الهجوم على الفرسان والكل بقى عمال يحارب بكل قوته. هاوزر بيشجع فرسان المملكه وبيواجهوا الشياطين بكل شراسه، بس الشياطين اعدادها كبيره جدا، العيال مش هتقدر على كل ده. فريق لوديشيل ومارين هو كمان اتجه الى مكان مليودس علشان ياخد منه الوصايا. الكل في الوقت ده كان عمال ينضرب من الفرسان المقدسين وشكلهم اتحصروا، ولكن وفجأة بيتفاجئ الكل بانضمام ديانا والكينج للقتال معاهم. خلصوا على شياطين كتيره جدا. الخطايا السبعه ما بتهزرش برضه. في نفس هذه الاثناء كانت دريري قاعده هي ومونوسبيد بيتكلموا كده، الواد بيقول لها الشياطين بدأت في الهجوم والمفروض احنا كمان نكون في الخط الامامي معاهم. زلدريس لو عرف باللي احنا بنعمله مش هيرحمنا. البنت قالت له ايوه عندك حق، انا بفكر اروح له واديله الوصيه بتاعتي واعتزل الحرب ديت. مونسبيد هو كمان قال لها وانا عندي كلمات محوشها جوه قلبي وهقولها لك بعد ما نسلم الوصيه بتاعتنا. البنت قالت له تمام وكانت فرحانه جدا. في نفس هذه الاثناء بتدخل لهم واحده كده من اهل القريه بتحذرهم ان الشياطين هجمت عليهم، ولكن وفجاه استاروسا وراها بيقتلها. العيال اتصدمت، دريري هجمت عليه بسرعه ولكن مفيش فايده، البنت انضربت واستاروسا اخد روح البنت وكان خلاص هياكلها. مونسبيد قال له البنت دي ساعدتنا فلو تكرمت سيب روحها. استاروسا مرضاش، فمونسبيد عمل خدعه عليه وبدلها بتفاحه كده، عطى روحها لدريري علشان تهربها. بدا الاتنين في ضرب بعض ودريري بتتفرج. مونسبيد بيقول لها خليكي بعيده انت، سحرك مش مناسب للقتال ده. استاروسا وقتها بيقفل على رقبه مونسبيد وخلاص شكله هيقتله، بيكلبش فيه اكتر. خلاص مونسبيد بيودع. استاروسا فرحان بنفسه، مفكر مونسبيد مش هيقدر عليه.
عليه، ولكن وفجأة الاتنين بيتبدل مكانهم. خدعة الساحر دي مهارة عند مونسبيت بتخليه يبدل مكانه مع اي حاجة هو عاوزها لو كانوا في نفس الهيئة يعني. استاروسا ما فهمش اللي حصل وحاول يهرب منه، بس مونسبيت بيقول له ما تحلمش، انا استنيت لحد لما قفلت على رقبتي بالكامل ومش هسيبك غير لما يغمى عليك. استاروسا ما عرفش يعمل اي حاجة ضد القوة ديت، بيمثل انه اغمى عليه قدامهم. درييري بتقرب منه، هوبا مسكها. مونسبيت اترعب عليها. استاروسا هو كمان بيجهز ايده علشان يشق قلبها، خلاص هيقتلها، ولكن الواد بيضحي بحياته علشانها. بيبدل جسمه معاها، بياخد الضربة بدلها، بيبعدها عن المكان ده وبيقول لها انا اسف ما عرفتش احميكي للنهاية. وبعدها بيموت مونسبيت وبيعمل انفجار كبير بيدمر بيه كل اللي حواليهم. وبصراحة انا اتأثرت جدا. بعدها بقى وفي ساحة المعركة كانت اليزابيث وصلت على مكان الفرسان شغالة تساعد فيهم، ولكن وفجأة الكل بيحس بطاقة كبيرة داخلة عليهم، بيعرفوا انها من الوصايا العشرة. درييري بتنزل على مكانهم، شكلها مش عارفة ولا قادرة تمشي. الاهبل ده بيهجم عليها ولكن سيفه بيتكسر. البنت بعدها بتروح على اليزابيث وبتكلمها. اليزابيث اخدت بالها من حالتها، قالت لها مالك في ايه؟ درييري متأثرة جدا، بتقول لها مونسبيت اتقتل، استاروسا خلص عليه وما عرفتش اعمل حاجة ولا عرفت اروح في حتة غير ان اجيلك. متأثرة جدا. اليزابيث لسه هتطمنها وهوبا استاروسا من فوقها وصل على المكان ده، بيقول لها انت مفكرة انك هتهربي مني؟ انا مش هرحمك. بيلاقي اليزابيث معاها، بيقول ده ايه الحظ ده كل اللي انا عاوزه موجود هنا. بيفعل طاقته وبيطلع من جسمه نار شيطانية بتحرق الكل وبتحاوط اليزابيث ودرييري. بينزل وسطهم بعدها بيقول لدرييري هات الوصية بتاعتك بدل ما اقتلك واخدها زي صاحبك. البنت اتعصبت ورفضت تديله حاجة. اليزابيث بعد ما عرفت انه عاوز الوصية علشان مليودس اتعصبت هي كمان، بتجمع قوتها وبتضربه بيها، بتطيره. واستاروسا كسر 3 جبال في طريقه، بيخلص نفسه من قوتها بالعافية، بيطلع علشان يخطفها بس سارييل وترميل وراه بيقولوا له على فين يا معلم. بيفعلوا هجوم شامل عليه، بيكسروا عظمه. استاروسا عمال يصوت من قوة هجومهم بس مستحمل برضه، بينجح يتعود على الهجوم ده، بيطير على الاتنين وبيجرحهم. طاقته الظلامية بدأت تجتاح العيال دول وخلاص شكلها دي نهايتهم. بس انت متخيل انهم هيموتوا خلاص يا صديقي؟ لا والله، الاتنين بيستخدموا كل طاقتهم، بيتخلصوا من ظلامه. بيقولوا له انت مفكر انك جامد صح؟ طب اجهز بقى علشان هنكسرك دلوقتي. في نفس الوقت ده كانت اليزابيث اتخلصت من نيران الجحيم بتاعته، لحقت الكل، ودلوقتي الكل هيتفرج على الاتنين دول وهم بيواجهوا استاروسا. يا ترى مين اللي هيكسب المعركة؟ بيحتدم القتال ما بين الطرفين وبقى واضح التفوق الكاسح لسارييل وترميل على استاروسا، مش قادر يعمل معاهم اي حاجة. واحد فيهم بيطيره برياحه، التاني بيغرقه في المية وحرفيا عمال بيتجلد. المعركة اتقلبت معجنة واستاروسا مش قادر يعمل اي حاجة. كل لما استاروسا بيطير وبيحاول يخرج من المية بوم موجة تانية بترجعه. وسارييل اللي بعدها بيستخدم رياح قوية جدا بتسحب المية دي لفوق، بيدمج الاتنين قوتهم مع بعض تاني وبيعملوا موجة كبيرة بتدمر حرفيا جسم استاروسا وخلاص هتمحيه من الدنيا. بس الواد ما بيسكتش، بيطلع وصية جالان قبل ما يموت وبياخدها. في نفس هذه الاثناء كانت درييري واقفة تتكلم مع اليزابيث ومتأثرة جدا، بتحكي لها والحزن بيحوم حواليها. بتقول لها مونسبيت كان نفسه يقول لي حاجة قبل ما يموت ولكن انا معرفتش ايه هي، مات وهو بيحميني وانا مش هقدر اسامح نفسي على اللي حصل. اليزابيث بعدها بتهديها وبتقول لها انت مش قادرة تفهمي ليه ان هو بيحبك وعلشان كده ضحى بحياته علشانك. البنت اتصدمت، ما كانتش مصدقة اللي سمعته. بس بعدها سارييل وترميل بيوصلوا على مكانهم فرحانين ومفكرين انهم هزموا استاروسا، بس ده مش هيسيبكم. استاروسا وقتها جسمه بيتغير وبقى شكله مرعب جدا، بيهجم على ترميل بسرعة وبيكسر عظمه، بيروح على التاني كمان علشان يقتله، بيقرب منه فعلا بيخنقه، كان خلاص هيقتله بس الواد بيلحق نفسه بالعافية بيشقه. واستاروسا عمال بيتجدد، الاتنين بيجمعوا قوتهم وبيضربوه فعلا. الواد خلاص بيجيب اخره، بيقول طالما وصيتين مش كفاية فانا هاخد كمان واحدة. بيطلع وصية مونسبيت هي كمان، بياخدها. درييري بتتعرف عليها وزعلانة جدا، مش مصدقة اللي بيحصل، بتزعق وبتهجم عليه علشان تاخدها منه ولكن استاروسا بيضربها، بيعمل اعصار كبير جدا، بيمتص ال3 وصايا في جسمه، بيتغير شكله للمرة التانية، جسمه ما بيستحملش ال3 وصايا، عقله بدأ يلسع وبقى مفكر نفسه مليودس. يا حلاوة، هي كانت ناقصة هبل ولا ايه؟ في هذه اللحظات بيظهر فلاش باك لاستاروسا قبل كده، ايام ما كان صغير، كان ضعيف جدا وما بيقدرش يقتل حشرة صغيرة، الكل كان بيعيب عليه وعلى ضعفه الا
إليزابيث هي الوحيدة اللي كانت بتخفف عنه، وعلشان كده الواد حبها. ثم في إحدى المعارك كان استروسا بيقاتل جنب مليودس وهو مكسر اللي قدامه، بيعجب جدا بقوة أخوه الكبيرة، بيسأله بيقول له هو أنا في يوم من الأيام هكون قوي زيك؟ مليودس قال له هتبقى أقوى مني حتى. فأصبح قدوته هو أخوه الكبير مليودس، وفضل يقاتل في كل عشيرة السماء لحد لما أصبح من أقوى جنود الشياطين. ثم وفي إحدى الأيام استروسا كان ماشي كده بعد إحدى المعارك، بيبص جنبه بيتصدم، لقى مليودس واخد إليزابيث في حضنه والدنيا آخر روقان. الواد بيتعصب جدا وبيقرر ياخدها منه. نرجع بقى لوقتنا الحالي بعدما سيطرت الوصايا على وعي استروسا، مش مستوعب ولا عارف هو بيقول ايه، مفكر نفسه مليودس. ومش بس كده، لأ، ده بيقول ان إليزابيث جاية هنا كمان علشان تشوفه، بيقرب منها علشان ياخدها، ولكن البنت مش راضية. الكل بيحاول يوقفه، بيضربوا فيه بس محدش قادر يلمسه. سارييلا وترميل بيهجموا عليه تاني ولكن بيخلص عليهم. باقي الجنود كمان اشتغلت ضرب فيه بس بيردوا لهم الهجوم وكان خلاص هيقتلهم. ديانا بتستخدم درعها الارضي بتصد هجومه. كينج هو كمان بيستخدم رمحه الاسطوري وبيضربه. تخيل بقى ان استروسا انتهى بكده يا صديقي؟ لا والله، بيكسر درع ديانا، بيجرح غله في صدرها، بيقرب على إليزابيث وبيخنقها. البنت مش قادره تعمل حاجه قدام القوه ديت، بتفتكر مليودس وانها لسه عاوزه تشوفه، بتجمع كل قوتها وبتضربه، بيسيبها من هنا وبوم كل دول بيهجموا عليه من هنا. ديانا بتلحق إليزابيث منه والكل بعدها بيتفرج هل الضرب عمل معاه حاجه ولا لا. استروسا بعدين بيتجنن اكتر، بيطلع طاقه مهوله، اشتغل ضرب في الكل ومحدش شكله هيقدر عليه. إليزابيث بتشوف المشهد ده وما بتقدرش تفضل ساكته، بتقرب منه وبتحاول ترجعه لعقله باي طريقه، بس الواد بيمسكها وبيضغط عليها جامد. ديانا وكينج بيحاولوا ينقذوها بس مش عارفين يعملوا حاجه. هاوزر هو كمان حاول يلحقها بس ما عرفش. وقتها إليزابيث قالت له ما تأذيش الناس ديت وانا هاجي معاك بدلهم. بدأت تعالج الكل فعلا. استروسا هو كمان اخذ البنت وبعدها انطلق للسماء. الكل طبعا اتحسر على اللي حصل، مش عارفين ايه اللي هيعملوه دلوقتي. سارييلا وترميل في الوقت ده بقى بيقرروا يستخدموا كل طاقتهم علشان يحرروا إليزابيث. بيسيبوا الوعاء بتاعهم واللي هم الناس اللي كانوا مستحوذين على جسمهم يعني، وكينج ودرييري هم كمان بيقرروا يروحوا معاهم ويساعدوا بعض في التخلص من استروسا. الكل بينطلق فعلا وبعد شويه هتبدا مجزره يا صديقي. في نفس هذه الاثناء كان فريق لودوشيل ومارين وصل على مكان شرنقه مليودس. بيقرروا يستخدموا قوه لودوشيل ويدخلوا على مكان الشياطين. بيناقشوا خطتهم اثناء الدخول وبيقرروا يلحقوا الموقف. في نفس هذه الاثناء كان استروسا اخذ إليزابيث على مكان موجود في السماء. سارييلا وترميل هم كمان وراه ومعاهم درييري وكينج. جوسر كمان كان خلى اوكا ياكل قطعه سحريه كده ويتحول للشكل ده علشان يروح معاهم. فيا ترى ايه اللي هيحصل وايه اللي مستنيهم جوه وايه اخبار بان اللي موجود في عالم الشياطين؟ ده اللي هنعرفه في الموسم الرابع. فيلا بينا بقى نبداه. بيبدا الموسم الرابع في عالم الشياطين. كان في شيطان كده عمال بيلف هناك بيدور على حاجه. شيطان تاني بيهجم عليه ولكن الوحش ده بيقتله. بعدها الشيطان ده بدا يفتكر ذكرياته، بيرجع لطبيعته تاني وبيطلع ان ده بان يا صديقي، بس بسبب طبيعه المكان ده ما قدرش يمسك نفسه واستسلم لليأس وتحول لكده. كان عمال يلف على مليودس ويدور عليه ولكن مش لاقيه ولا عارف عنه حاجه. في نفس الوقت ده كان الكل بيجري ورا استروسا علشان يلحقوا إليزابيث منه. كينج بيشكر درييري علشان هتساعدهم والبنت برضه عاوزه تنتقم لحبيبها. ومن ناحيه تانية كان دوشيل والجماعه بينزلوا على مكان مليودس، بيلاقوا الوحوش ديت مقابلينهم. بيتقدم الكل علشان يتواجهوا وشكلها هتبقى معركه ما تتعوضش يا صديقي. كيوزاك وتشاندرا كانوا تحولوا التحول الكامل بتاعهم وبيستعد الكل للمواجهه. اسكانور بيدي التحيه بتاعته، بيجرح الشرنقه اللي مليودس جواها. تشاندرا بيتعصب منه وبيهجم هو وكيوزاك بكل قوتهم. مارين بتضربهم بتبعدهم عنه. تخيل ان ده هيأثر عليهم يا صديقي؟ لا والله، بيطيروا بعدها على مارين وكانوا هيقتلوها ولكن اسكانور بيحميها. بيهجموا عليها تاني ولكن بتفجرهم. لوديشيل بعدها بيستعرض مهاراته، بيطيرهم بعيد بكل سهوله. بيتقدم على زلدريس علشان يتبرزوا والاتنين شغالين بسرعه جدا، العين مش ملحقاهم. بينجح كل منهما يدي للتاني بعض الخدوش في الجسم. وغل طبعا كان متضايق جدا علشان حبيبته اتعورت. كيوزاك بيستغل ان لوديشيل واقف في الوقت ده، بيهجم عليه وكان خلاص هيقتله ولكن هندريكسن بيجري على اخره وبيلحقه بس رجله بتتعور من الهجوم ده. فلوديشيل بيشكره وبعدين بيعالج رجله. في هذه الاثناء بقى كان بان عمال يصارع جوه عالم الشياطين، بيدور على مشاعر مليودس ولكن مش لاقيها نهائي. بيظهر له عقبات ورا عقبات وحرفيا الواد بيجيب اخره.
عمره، بيقف على جرف كده وبيقع بيه وعمال بيتعذب من هنا وهناك. وهي دي الصداقة الحقيقية يا جدعان. بيندع على مليودس في الوقت ده، بيقول له بالله عليك رد عليا، اديني امل بس اعرف انك لسه عايش. ففي الوقت ده بيظهر مخلوق غريب كده اقرب الى تنين يعني، بينزل على بان وبيدوسه. بان بيبعد رجله بيضربه، التنين بينفخ نار من بقه، بان اتحرق بيرجع يضربه تاني وبيستمروا في الحال ده لمدة سنين. وبان والتنين بعدها بيتصاحبوا. بينام مرة كده وهو بيندع على مليودس تاني، وفجأة بيرد عليه التنين بيتحول لمليودس، واللي اتضح انه كان اتحول لشيطان هو كمان بسبب استسلامه للياس زي بان. بان بيفوقه بعدها، الواد بيفوق فعلا، الدموع ملت عينه، اخد صاحبه بالحضن فرحان ومش مصدق اللي حصل له، وجمال جماله والله. بعدها بان ومليودس بيقعدوا مع بعض سوا، والجحيم مع الصديق مش جحيم يا صديقي. مليودس بيسأل بان وبيقول له انت جيت هنا ليه؟ قال له علشانك يا صاحبي. مليودس بيفرح وبيسأله يعني انت عارف طريق الخروج من هنا؟ بان بيقول له خروج ايه؟ معرفش حاجة. مليودس بيقول له امال جيت من غير ما تعرف طريق الخروج ليه يا غبي؟ بان قال له معرفش يا عم، انا اول ما قالوا لي ان اعرف انقذك لو جيت فجيت على طول وما فكرتش. مليودس فرح من كلامه وكان في قمة السعادة. بان هو كمان بيفرح، والصحبة ديت ما تتعوضش يا صديقي. بيقعدوا يخططوا ازاي هيطلعوا من هنا، وبيقرروا الاول يصطادوا اكلهم. مليودس بيعرف بان عن كل الحيوانات هنا وبيبداوا يصطادوا فيها. بان بيجري ورا الحيوان ده ولكن ما بيعرفش يمسكه، بيفضل يحاول يمسك فيه وبالعافية بيهزمه. بياخدوه وبيطبخوه وبيعملوا من جسمه كمان هدوم. الدنيا راقت جدا معاهم، وبعدها بيسيبوا المكان وبيطلعوا علشان يشوفوا هيعملوا ايه. واثناء ما كانوا في الطريق بيطلع لهم شوية من الوحوش علشان يحاربوهم. مليودس بيتخطف من واحدة منهم بالطيارة وبتاخده بعيد، مش عارف يطلع منها، بس بان قوته زادت جدا، اخدوا من الوحش ده وخلص على الكل لوحده. بعدها بان ومليودس بيجيبوا اكل من الوحوش ديت، بيقعدوا ياكلوا تاني. مليودس بيقول لبان بعدها انت اول بشر ينجح يعيش في عالم الشياطين، جسمك اكيد اتأقلم وقوتك اكيد زادت جدا، لو رجعت للعالم التاني الكل هيتصدم من قوتك. بان مش فارق معاه الكلام ده، قعد يضحك ويهزر مع مليودس عادي، وتقريبا نسوا هما بيعملوا ايه هنا. بس فجأة الاتنين بيحسوا بحد بيراقبهم. مليودس بيهجم عليه بسرعة ولكن الوحش ده بيفادي كل هجومهم. بيثبت مليودس في الاخر، بيقول لهم انا سمعتكم وانتم بتتكلموا، انتم مسافرين من عالم تاني صح؟ مليودس قال له ايوه، الكائن ده قال لهم علشان ترجعوا لعالمكم لازم تهزموا ملك الشياطين هنا الاول. بان مستغرب، هو انت تعرف مكان ملك الشياطين ولا ايه؟ الكائن قال لهم ايوه، وممكن اخدكم على هناك كمان بس بشرط واحد. مليودس بينزل سلاحه وبيقول له انت مين؟ الكائن بيتقدم بيقول لهم انا مايلدو، بدور على اخويا الصغير. العيال اتصدمت، مش مصدقين اللي شايفينه، انت مش هوك ازاي؟ ده انتوا نسخة واحدة يا ابني. مايلدو قال لهم مين هوك ده؟ اوعى يكون اللي في بالي، انتم تعرفوا خنزير صغير شبهي كده؟ بان قال له شبهك ايه يا عم؟ ده انتم الاتنين نسخة واحدة. مايلدو بيعيط من الفرحة، فرحان علشان اخيرا سمع اخبار عن اخوه الضايع. بيقول لهم تعالوا على بيتي علشان تحكوا لي على التفاصيل اكتر. بياخدهم فعلا، بيقول لهم بعد ولادة اخويا بشوية ملك الشياطين هجم علينا، اخدوا مني وانا بدور عليه بقالي 8 مليار سنة ولكن مش عارف اوصل له. مليودس بيقول انا شفته من 16 سنة في المملكة، ولو حسبنا الدقيقة هنا بسنة فالحسابات بتاعتك مظبوطة. يا نهار ابيض يا جدعان، بقاله 8 مليار سنة بيدور على اخوه، ده انت جاحد يا جدع. انا مستغرب ازاي اصلا هو لسه فاكره، بس ما علينا يعني. المهم بعدها بان ومليودس بيحكوا له شوية عنه، وحرفيا مايلدو مصدوم، عينه بتلمع علشان اخيرا بيسمع حاجات عن اخوه. في نفس هذه الاثناء كانت الحرب مشتعلة بين كل من زلدريس وفريق لوديشيل. زلدريس بيفعل مهارته السرية اومينوس نيبولا، والمهارة ديت بتخليه جسمه زي المغناطيس بيقرب الكل منه، وفي اخر لحظة بيديلهم الناحية وبيريحهم. الكل مصدوم، الواد بيقول لهم انا هوريكم قوة زلدريس الحقيقية. لوديشيل بيتعصب منه، بيهجم عليه تاني بس بيريحه، محدش قادر عليه. اسكانور في الوقت ده كان استخدم عضلات رجله وغرزها في الارض. لوديشيل بيجي راجع كده بيخبط فيه. اسكانور قال له انت شايفني مسند ولا ايه؟ لوديشيل اتصدم، احنا في ايه ولا في ايه يا ابني؟ بيطلب منه يساعده في الهجوم عليه ولكن اسكانور بيرفض طلبه. لوديشيل بيتحايل عليه بس ده مش راضي يسمع الكلام. بعدها لوديشيل بيقع وكان خلاص هينضرب، بس مارين بتخلي اسكانور يلحقه. اشمعنى بتسمع كلامها هي يعني؟ لا مارين استثناء وبسمع كلامها عادي. نرجع بقى لمليودس تاني، واللي كان هو وبان ومايلدو خلصوا جلسة الاستمتاع بتاعتهم واتجهوا الى ملك الشياطين من اجل القضاء عليه. فلا يقدروا يعملوا كده ويرجعوا على العالم بتاعهم؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة الجاية.
الحلقة، فما تنساش اللايك والاشتراك يا عم، ويلا سلام سلام سلام.